بيبدأ الفيلم مع واحد اسمه كارل واللي بيصحى من النوم على رنة منبه، والمنبه ده علشان يفكروا ان النهارده ميعاد المسابقة اللي هو مستنيها من سنة. والمسابقة دي عبارة عن لعبة إلكترونية هو محترف فيها جدا، والشركة اللي عاملة اللعبة دي خصصت جايزة 100,000 دولار علشان يشجعوا الشباب يدخلوها. بيلاقي مجموعة من أفضل اللاعبين باللعبة دي، وبعد انضمام كارل ليهم بيكتمل عددهم ل8 لعيبة، وكلهم بيسمعوا صوت روبوت بيطلب منهم التوقيع على استمارة الشروط، وبيبدأ يعرفهم على كل حاجة تخص المسابقة، وبيقول لهم انه هيبقى الدليل بتاعهم اللي هيعرفهم على كل شروط اللعبة لحد النهاية، وبيطلب منهم يسيبوا كل متعلقاتهم الشخصية في خزنة الملابس، وبعدها يلبسوا البدلة الخاصة باللعبة علشان دي اللي بدورها هتنقلهم للعبة. وفي الوقت ده كارل بيتعرف على واحدة منهم اسمها شيلي، ولما شيلي بتلاحظ انه محرج يغير هدومه قدامهم بتظنه انه عنده مرض جلدي ومحرج منهم، فبتقول له ان دي حاجة عادية وانها بتشتغل ممرضة ومفيش احراج في المرض، ولكن بتتصدم لما بيخلع التيشيرت لانها بتشوف حروق كبيرة في جسمه. واول ما كلهم بينزلوا القناع على وشهم بتتغير الاوضة اللي هم فيها، وكأنهم اتنقلوا لمكان تاني جوه عالم مختلف تماما عن الواقع. وبيلاحظوا كمان ان لبسهم اتغير لزي شبه لبس الجيش، وطبعا بيبقى منبهرين بانهم جوه عالم افتراضي واقعي جدا. في اللحظة دي بيدخل عليهم عقيد في الجيش وبيرحب بيهم، وبيعرفهم انه القائد بتاعهم في اللعبة ولازم ينفذوا كل الاوامر ويكملوا المهمات المطلوبة منهم علشان يكسبوا. وفي النهاية صاحب اعلى سكور في اللعبة هو اللي هيفوز بال100,000 دولار، والعقيد بياخدهم لغرفة الاسلحة وبيوزع عليهم سلاح. وفي اللحظة دي واحد اسمه اندرو بيكون منبهر جدا بالمسدس بتاعه، وده لانه شبه المسدس الحقيقي بالظبط. وبعدها العقيد بيبدأ يدربهم على استخدام الاسلحة، وبيأمرهم انهم يضربوا نار على الازايز الفاضية، ولما كارل بيضرب ما بيعرفش يصيبها، وكلهم بيحاولوا زيه ولكن بيفشلوا برضه ما عدا اندرو. هو الوحيد اللي بيتعامل مع السلاح كويس لانه كان جندي سابق في الجيش. والعقيد بيقول لهم ان واقي الرصاص ده اخره يحميهم مرة واحدة بس، يعني لو حد فيهم اتصاب الواقع هيختفي فورا، ومن غير الواقي لو اتصابوا تاني هيخسروا في اللعبة. وعلشان يثبت لهم بيضرب نار على زاهد وعلى واحد اسمه اطلس، وبعد ما بيتصابوا بترجع لهم الدروع مرة تانية. والعقيد بيقول لهم ان في مصل في اللعبة اسمه مصل الانعاش، وده اللي هيعالجهم لو حد فيهم اتصاب. واندرو بياخد المصل وبيوزع على كل واحد فيهم جرعة واحدة بس. وبعدها العقيد بيبلغهم ان المبنى عبارة عن 25 دور، وكل دور بيمثل مستوى او ليفل في اللعبة، وان في مجموعة من الارهابيين اقتحموا المبنى وسيطروا عليه، ومطلوب منهم يقتلوهم ويخرجوهم من المبنى وهم لسه عايشين. واول واحد فيهم ما يقدر ينزل للدور الارضي هو اللي هيكون كسبان. وبكده بيكونوا تقريبا عارفين كل حاجة عن اللعبة، وكلهم بيخرجوا ورا اندرو لما بيحسوا انه اكتر واحد خبرة فيهم، وبيبدأوا يفتشوا في كل الابواب اللي في الطابق ال25. وفجأة بيهجم عليهم ارهابي وبيستخبوا منه، واندرو بيقتله. هنا الروبوت بيبلغهم ان عدوا المستوى الاول من اللعبة وان اندرو هو صاحب اعلى نقاط فيهم. وبعدها بيبدأ المستوى التاني وبينزلوا للطابق ال24، ولما بيقتحموا الأوضة اللي في المستوى التاني بيظهر لهم إرهابي مسلح، وأطلس بيقتله بسرعة، وبيدخل واحد اسمه رايبر على واحد من الإرهابيين وبيضرب عليه نار ولكن ما بتجيش فيه، وأندرو بيلحقه في آخر لحظة وبيقدر ينقذه، ولكن بيتصاب بطلقة وبيختفي الدرع بتاعه. وفي الوقت ده تيلر بتنهار لما بتسمع صوت ضرب نار، فبتحاول شيلي تهديها وبتقول لها إن دي مجرد لعبة بيتسلوا فيها. وعلشان شيلي تطمنها بتحاول تقتل إرهابي معدي قدامها، ولكن بتخاف هي كمان وما بتقدرش تموته. فبيجي كارل وبيقتل الإرهابي ده وبيفرح إنه كسب نقطة، وفجأة بيظهر إرهابي تاني وبيضرب نار على كارل وبيفقد واقي الرصاص بتاعه، وبيضطر يرفع إيده على إنه استسلم، ولكن الإرهابي بيضرب عليه نار وبيصيبه، وفورا شيلي بتتشجع وبتنتقم منه. وبعدها بتروح لكارل فبتلاقيه بيتألم بشدة، فبتشيل من عليه الخوذة علشان يرجع للعالم الحقيقي، ولكن حتى بعد رجوعه بيبقى لسه بيصرخ من الألم، وبيقول لها إنه حاسس بالألم كأنه حقيقي وإن في حاجة غلط بتحصل. وبعدها بيرجع تاني للعالم الافتراضي، وبيجي أندرو يلحقه بمصل الإنعاش بتاعه، فبيقوم كارل ولكن بيبقى في حالة صعبة جدا. ولما بيرجعوا كلهم للعالم الحقيقي كارل بيقول لهم إن مستحيل دي تكون مجرد لعبة لأنه كان هيموت بجد،
فبيستنتجوا من ده إن الدروع والخوذة مش علشان تحميهم زي ما كانوا فاهمين، بالعكس ده علشان تنقل لهم نفس الإحساس والشعور بالألم اللي كانوا هيحسوا بيه في الحقيقة بالظبط. وطبعا لما زاهد بيسمع للكلام ده بيخاف أكتر من الأول وبيحاول يخلع الخوذة، ولكن للأسف مش بيقدر. في اللحظة دي أطلس بيتهم أندرو إنه واحد من إدارة الشركة وإنهم حطوه معاهم علشان يضمنوا إن محدش هيقدر يفوز في اللعبة. والدليل على كده أندرو كان عارف كل التفاصيل عن الأسلحة واللعبة، ولكن بيدافع عن نفسه وبيفكرهم إنه كان جندي سابق في الجيش وإنه كان بيحاول يساعدهم بخبرته، بس محدش منهم بيصدقه فبيتضايق وبيسيبهم علشان يدخل الحمام، ولكن مش واخد باله إن اللعبة لسه شغالة. وفجأة بيسمع صوت حد بيتحرك وراه مع إنه مش شايفه في المراية، فبيلبس الخوذة بسرعة وبيلاقي الإرهابي واقف وراه وبيضربه بالنار. ولما بيدور على مصل الإنعاش بتاعه مش بيلاقيه لأنه أنقذ بيه كارل قبل كده. وفي اللحظة دي بقى اللاعبين بيسمعوا صوت الروبوت وهو بيأكد عليهم إن اللعبة لسه شغالة والمستوى لسه مخلصش، فبيرجعوا مرة تانية للعبة وبيظهر إرهابي وبيضرب نار على واحد اسمه إدوارد، فبيخافوا كلهم وبيتفرقوا. وإدوارد بيحقن نفسه بمصل الإنعاش بسرعة علشان ينقذ نفسه في اللحظة الأخيرة. وفي اللحظة دي أندرو بيتحرك اتجاههم وهو مصاب على أمل إن حد منهم يساعده، ولكن ما بيلحقش والخوذة بتطلع منها موجات كهرباء وبتصعقه فورا. ولما بيرجعوا كلهم للعالم الحقيقي بيلاقوا أندرو واقع على الأرض وبيتفاجئوا لما بيلاقوا دم خارج من دماغه، فبيقول لهم زاهد ان الخوذة دي فيها شحنات كهرباء بتدمر الدماغ. وفي اللحظة دي زاهد بياخد طفاية الحريق وبيطلب منهم يضربوا الخوذة بتاعته علشان تتكسر. وفجأة بيسمعوا صوت في اللعبة بيرجعهم للعالم الافتراضي، وبيجي العقيد وبيضرب زاهد وبيقول له انه لو حاول يهرب من اللعبة تاني هيكون مصيره الموت. وبيبدأ المستوى الثالث من اللعبة، فبيضطروا يكملوا وبيروحوا للدور اللي تحت، والمرة دي مهارتهم في اللعبة بتتحسن بشكل كبير. ولكن أثناء قتالهم مع الإرهابيين رايبر بيتصاب، فبتروح شيلي علشان تساعده، ولكن بتتفاجئ إن كارل هو كمان اتصاب، فبتتردد تحقن مين فيهم بالمصل اللي معاها. بس أطلس بياخد القرار وبيحقن كارل وبتروح شيلي تنقذ رايبر، وبيخلص المستوى الثالث وأطلس بيكون صاحب أعلى نقاط فيهم. وبيبدأ المستوى الرابع وبيهجم عليهم إرهابيين بكل شراسة وبيتفرقوا كلهم أثناء القتال، وأطلس بيتصاب وبتلحقه شيلي وبتحقنه بمصل الإنعاش. ومن كتر الرعب اللي تايلر بتبقى فيه بتخاف وبتهرب وبتروح للحمام، وفجأة إرهابي بيدخل وراها ولكنها بتقدر تقتله بالسكينة. ولما بيجي زمايلها بيكونوا مش مصدقين إنها قدرت تقتل حد لأنها طول الوقت كانت خايفة جدا، فبتنفعل عليهم وبتقول لهم إنها زهقت من اللعبة دي وإنها عاوزة تخرج. وفجأة بيسمعوا صوت الروبوت بيقول لهم إنهم لازم يرجعوا للعبة تاني. ولما بيروحوا للعقيد بيلاقوه بيعذب إرهابي، والعقيد بيقول لهم ان في قنبله في المبنى مفعله بكلمه سر، ومهمتهم الجديده انهم يعذبوا الارهابي ده علشان يعرفوا كلمه السر ويفكوا القنبله، ولو نجحوا في ده اللعبه هتنتهي وهيفوزوا كلهم. وادوارد بياخد جهاز صاعق الكهربائي وبيعذب الارهابي فبيعترف بكلمه السر، ولكن لما بيكتبوها على الكمبيوتر بيلاقوا ان القنبله اتفعلت بدل ما تتعطل وهتنفجر بعد 30 دقيقه من دلوقتي. وبيفهموا ان الارهابي ضحك عليهم واداهم كلمه سر غلط علشان يخلص عليهم. واطلس بيتعصب على رايبر لانه اتسرع وكتب كلمه السر من غير ما بيتاكد، فبتنفعل تايلر وبتقتل الارهابي. واطلس بيتخانق مع رايبر وبيمسكوا كلهم خناق مع بعض، والعقيد بيأمرهم يدخلوا الاسانسير بسرعه قبل ما يقفلوا علشان يروحوا يوقفوا القنبله يدويا لان ده الحل الوحيد. وكلهم بيدخلوا وبيروحوا لغرفة الأسلحة، ولكن فجأة في حد بيرمي عليهم قنبلة غاز، وكارل بيخاف وبيستخبى، فبتروح لشيلي علشان تطمن عليه وبتلاقيه منهار وبيقول لها ان خطيبته ماتت محروقة وما قدرش ينقذها وقتها، فبتفهم ان ده كان السبب في الحريق اللي في جسمه وانه عنده فوبيا وبيخاف من الدخان بعد الموقف اللي حصل له. وفي الوقت ده أطلس بيهدد رايبر وبيجبره يمشي قدامه كدرع بشري علشان الإرهابيين لو ضربوا يصيبوا رايبر بدل منه. ولما رايبر بيضرب نار على الإرهابي المسدس بيطلع فاضي والإرهابي بيقتله، وأطلس بيستخبى علشان الذخيرة بتاعته خلصت وبيعيط علشان خايف يموت. وفي اللحظة دي بقى الفريق بيبقى في حرب مع باقي الإرهابيين، وبيبقى مصل الإنعاش والذخيرة قربوا يخلصوا منهم، فبتروح تايلر علشان تدور على غيرهم. ولما بتروح لغرفة الأسلحة بتلاقي مصل واحد بس،
وبيظهر أطلس وبيصمم ياخده منها بالعافية، ولما بترفض أطلس بيقتلها وبياخد المصل وبيمشي. وبعدها كارل بيروح يدور على ذخيرة في غرفة الأسلحة، فبيقابل أطلس وبيسأله على تايلر، فبيكذب عليه وبيقول له إنه ما شافهاش. ولكن لما كارل بيدخل الغرفة بيتصدم لما بيلاقي جثتها على الأرض واسم أطلس مكتوب جنبها بالدم، فبيفهم إن تايلر هي اللي كتبت الاسم ده قبل ما تموت علشان تحذرهم منه. وطبعا ده بيجنن كارل وبيخرج للعالم الحقيقي علشان ينتقم من أطلس، ولكن أطلس بيقاومه وبيقرر يقتله بالمسدس، بس رد فعل كارل بيكون أسرع منه وبيضربه بالطفاية أكتر من مرة على الخوذة. وأطلس بيتريق على غبائه وبيقول له أنت ناسي إن الخوذة مش بتتكسر، ولكن في الحقيقة أطلس هو اللي ناسي إن أي حد فيهم هيحاول يكسر الخوذة العقيد هيهجم عليه زي ما حصل قبل كده. وشيلي بتتصدم لما بتعرف إن تايلر ماتت، وبعدها بيروحوا لغرفة الأسلحة علشان يبدأوا المرحلة الأخيرة. وبعد ما بيكون ما فاضلش في اللعبة غير كارل وشيلي وإدوارد بيتوجهوا للمستودع اللي فيه القنبلة علشان يوقفوها وينهوا اللعبة. وبمجرد ما بيدخلوا المكان بيتعرضوا لهجوم بنيران كثيفة، وكارل بيتصاب أثناء تبادل النيران مع الإرهابيين، فبيفتكر إنه أخد آخر حقنة مصل من الأطلس بعد ما مات. وقبل ما يحقن نفسه بيها للأسف شيلي بتتصاب، والصدمة إنه بيقرر يضحي بالمصل الوحيد اللي معاه علشان يحميها. وقبل ما بيموت بيطلب منهم تكمل وتفوز باللعبة وتنتقم ليهم، وبيقول لها إنه مبسوط إن قدروا ينقذها أكتر من مرة، وده لأنه ما قدرش ينقذ حبيبته زمان في الحقيقة. وكل ده وإدوارد مش شاغله غير إنه يوقف القنبلة قبل انفجارها. وطبعا شيلي بتبقى منهارة بسبب موت كارل، وبتتفاجئ بظهور العقيد بيهنيهم على فوزهم في اللعبة. وفي اللحظة دي شيلي بتلاحظ إن إدوارد بيردد كلام العقيد، أو لا، ده العقيد هو اللي بيقول نفس الكلام بتاع إدوارد. ومن هنا بتفهم إنه مش مجرد لاعب ولكنه صاحب اللعبة نفسها. وفجأة كل مؤثرات اللعبة بتختفي وبيلاقوا نفسهم في العالم الحقيقي، وبيجوا حراس أمن تبع الشركة وبيحقنوها بسرعة بمخدر يخليها تفقد وعيها. وفي نفس الوقت بيتم مسح كل بيانات اللاعبين اللي ماتوا من على سيرفرات بتاعة الشركة. وبعد شوية شيلي بتفوق وبتلاقي نفسها في نفس المكان ولكن من غير لبس اللعبة، وبيظهر إدوارد قدامها ومعاه شنطة فيها الجايزة المالية بقيمة 100,000 دولار وبيهنيها على فوزها. وشيلي بتقاطعه وبتقول له إنها هتبلغ عنهم الشرطة وهترجع حق أصحابها اللي ماتوا في اللعبة. ولكن إدوارد بيقول لها بكل برود بإنه هو العقل المدبر، وإن الشرطة مستحيل تصدقها لو حاولت تبلغ عنه. وبيعرض عليها تاخد الفلوس وتنسى كل اللي شافته وبيسيبها وبيمشي. وبيجي واحد من رجال الأمن علشان يخدر شيلي تاني، ولكنها بتكون مستعدة وبتخدره هي وبتاخد المسدس بتاعه وبتطفي أنوار المكان وبتبدأ تصطاد في رجالة إدوارد واحد ورا التاني لحد ما بتقتلهم كلهم. وفي النهاية إدوارد بيترعب لما بيلاقي نفسه لوحده وبيترجاها تسيبه وهو يديلها أي مبلغ هي عاوزاه، ولكنها بتتجاهل كلامه وبتقتله من غير تردد، وبتحقق انتقامها لكل زمايلها اللي ماتوا بسبب اللعبة دي. وبكده بتبقى شيلي الناجية الوحيدة اللي خرجت بعد ما اتأكدت إن اللعبة استحالة تتعمل تاني، وبيخلص الفيلم على كده. وياريت ما تنسوش اللايك الجميل والاشتراك في القناة.